السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نحل مع بعض الاسترشاد الأول في الأبلايد ونقول كده بسم الله. أول سؤال بيقول لي أنا عندي فورسز F1 هي 2 ونيجاتيف 5، والإف 2 هتبقى 5I و1J، والإف 3 هتكون نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4، وكلهم اكتف بوينت واحدة اللي هي 3 و4. عايز اللينث اوف perpendicular من بوينت B لللاين اوف اكشن اوف ريزلتنت. طيب قلنا لو الفورسز كلها اكتف بوينت واحده فاحنا بنجيب الريزلتنت. 2 بلس 5 بلس نيجاتيف 1 تبقى 6، ونيجاتيف 5 بلس 1 بلس نيجاتيف 4 تبقى نيجاتيف 8، وكلها بتعمل اكتف نفس البوينت اللي هي ايه 3 و 4. هروح اجيب الار بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر اللي هو البي، فتبقى 3 ماينس 5 و4 ماينس 3. نجيب المومنت، هقول والله ار كروس الاف، الشنب هتبقى 16 ماينس الدقن ب 6، فتطلع ب 10 كي. الرول بيقول ان اللينث اوف perpendicular هو نورمال مومنت على نورمال فورس. نورمال مومنت يبقى 10، نورمال فورس اللي هي روت 6 سكويرد بلس نيجاتيف 8 سكويرد، فتطلع لحضرتك ب1، يعني تشويس رقم دي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ انا عندي الاوبزيت فيجر ده يونيفورم رود. كلمه يونيفورم رود يعني اللينث الويت بتاعه في النص. اللينث بتاعه 40، الويت بتاعه 12، ريست على horizontal position في 2 سبورت سي ودي، يعني في 2 رياكشن اهو. ال AC equals 5 وال BD equal 10. قال لي then the greatest weight can be hanged from the end B. في weight هنا هيتعلق عند B هو عايزه. قال لي such that the rod is still equilibrium. greatest weight و still equilibrium معناها ان الرود ده about to rotate. الرود is about to rotate معناها ايه؟ معناها ان الفورس البعيدة لفوق بزيرو، ونروح نجيب على طول المومنت عند الرياكشن التاني ايكوال زيرو. هيبقى الويت هيلف بالبوزيتيف ملتبلاي 10، وال12 دي هتلف بالنيجاتيف ملتبلاي برضو 10، يعني 10W equals 120، يبقى ال W equals 12، يعني تشويس رقم C. سهل اهو. السؤال اللي بعده، انا عندي تراينجل اسمه ABC. ال AC ب 8 وال BC equals وال AB equals 7 وانجل A ب 120. قال لي في فورسز موجودة قدامك في الشكل ده measured بالنيوتن to form a couple. عايز الماجنتيود بتاعت الاف. جميل قوي. معنى ان دي فورسز كابل فانا دماغي هتلف على كام كيس؟ اول كيس، هل تو فورسز كل اتنين فورس ايكوال لبعض وباراليل؟ لا. وبزت دايركشن، اسف، لا. هل دول سيم سايكليك اوردر؟ دول سيم سايكليك اوردر. بس انا عندي مشكله، ايه هي؟ ان السايد بي سي مش موجود، فلو عرفت اجيب السايد بي سي هعرف اجيب الريشيو. فانا هعمل ايه بقى؟ الجيفن عندي اتنين سايد اهم وانكلودد انجل، فافتكر رول اسمه كوزاين لو. كان لو ده ايه كابيتال يبقى ده ايه سمول، بي كابيتال بي سمول، سي كابيتال سي سمول. فالرول كان بيقول ان a سكويرد ايكوال b سكويرد بلس c سكويرد ماينس 2bc كوزاين a. وممكن نشيل الباور 2 نعمل هنا سكوير روت. هيبقى السايد a بتاعك ايكوال سكوير روت b سكويرد يعني 8 سكويرد بلس c سكويرد يعني 7 سكويرد ماينس 2 تايم 8 تايم 7، وادي كوساين 120. لو جبنا بقى الكالكليتر كده وعملنا روت 8 سكويرد بلس 7 سكويرد ماينس 2 تايم 7 تايم 8 كوزين 120، هتطلع معانا السايد ب 13. تعالى بقى، بما ان هما بيعملوا كابل يعني في ريشيو ما بين الفورسز والسايد، فانا ممكن اقول والله يبقى 16 اوفر 8 equals 14 اوفر 7 equal f اوفر 13. لو عملنا كروس هتطلع معانا ال F equal 26 نيوتن، يعني تشويس رقم B. السؤال اللي بعده بيقول لي سيادتك أنا عندي بادي بيتحرك في straight line، ال velocity given by a function إن ال V equal e to power t squared minus 2t. ركز بقى معايا في الكلام.
then the acceleration of the body after 2 seconds from the beginning of motion. انا عايز الاكسلريشن. ركز قوي قبل ما تفكر في الاكسلريشن، قول لنفسك سؤال صغير كده، هي دي في فانكشن في تي ولا فانكشن في اكس؟ فانكشن في تي يبقى الاكسلريشن هي دي في اوفر دي تي، وديريفيتيف اي اي في الدنيا بسيبها زي ما هي تايمز ديريفيتيف الباور تبقى 2 تي ماينس 2. شكرا. يلا عوض مكان كل تي ب 2، هتطلع معايا الاكسلريشن هتبقى ايه؟ تبقى تي باور 2 ماينس 2 تايمز 2، وهنا 2 تايمز 2 ماينس 2. دي تطلع الاي دي باور 0 فتبقى ب 1 ملهاش لازمه، ودي 4 ماينس 2 ايكوال 2، يعني التشويس رقم سي. سؤال نمبر 5 بيقول انا عندي بادي بيتحرك بفاريبل ماس، بيتحرك بيونيفورم فيلوسيتي. قال الماس هي 14 تي بلس 3 كيلو جرام. قال البادي covered distance 42 meter in 3 seconds then the magnitude of the acting force on it. بص يا باشمهندس، اول حاجه كده هو بيتحرك بيونيفورم فيلوسيتي، يعني اقدر اقول ان الفي هي الديستانس اوفر تايم، يعني 42 اوفر 3 تبقى ايكوال 14 متر بير سكند. فوق اي سؤال يطلب مني فورس اروح ابص على الماس. الماس كونستانت ولا فاريبل؟ فاريبل، هقول والله يبقى الاف ايكوال ديريفيتيف ام في. الام هي 14 تي بلس 3. طب والفي ب 14، هات ديريفيتيف اي كونستانت ملتبلاي بسيبه زي ما هو، ديريفيتيف 14 تي تبقى 14 و3 طبعا باي باي فتطلع 196. طول ما الماس بالكيلو جرام والفيلوسيتي متر بير سكند يبقى الفورس اللي هتطلع دي تطلع بالنيوتن. ركز في اليونت، اليونت بالنسبه لك هو عايزها بالكيلو جرام دوت ويت، شيل منها الجرافيتي فتطلع لسيادتك ب 900 تقريبا ب 20 196 ديفايدد 9.8 هتطلع ب 20 كيلو جرام دوت ويت، يعني تشويس رقم سي. سؤال نمبر 6 بيقول لي نون يونيفورم رود اللينث 24 ريست هوريزونتالي على 2 سبورت سي ودي. فانا هرسم كده، ادي هوريزونتال رود وريست على 2 سبورت، 2 سبورت، واحد عند سي وقال ان الاي سي ايكوالز 5، واحد عند دي وقال ان البي دي ايكوالز 9. عندي هنا رياكشن وعندي هنا رياكشن. الرود is about to rotate when a weight of magnitude 20 نيوتن suspended at B، يعني هنا في weight عند B or يعني حضرتك هتعمل زي ما انا هعمل كده، ترسم رسمة جديدة خالص اهي. بس الرسمة الجديدة دي هنشيل منها الويت ده خالص اهو اللي عندي بي. قال لك or weight of magnitude 18 نيوتن suspended at A، يبقى نحط هنا weight عند A. في التو كيسز بقى ركز، البادي ماله اسف الرود ماله about to rotate. about to rotate يعني دايما الفورس البعيدة لفوق بزيرو، يعني لما اعلق عند B يبقى الار1 بزيرو، لما اعلق عند A الار2 بزيرو. حلو. تعالى بقى هو عايز ايه؟ هو عايز الويت نفسه. ما هو سيادتك في الاول قال لك نون يونيفورم، يعني الويت مش في النص، صح؟ فانت بتهبد الويت، بهبد الويت، بحط الويت في اي حته وانا عارف ان هو مش في النص. الحاجه التانيه مكان الويت ما بيختلفش في الرسمتين، يعني ما حدش يقول لي ان دي في حته ودي في حته. تاني حاجه هو قال لك اللينث كله 24، سيادتك تعمل حاجه بسيطه قوي، 24 دول ماينس ال 9 وال5، يعني 24 ماينس 14 تبقى 10. من حقك بقى تسمي اي واحده فيهم اكس والتانيه 10 ماينس اكس، بس اللي تحطه فوق حطه هو تحت. وتبدا بقى تروح تجيب المومنت مرتين. في الكيس الاولى هتجيب المومنت عند الدي ايكوال 0، يعني ال 20 هتلف بالبوزيتيف ملتبلاي 9 والويت بالنيجاتيف ملتبلاي اكس، يعني دبليو اكس ايكوالز هتبقى 180. واركن دي شويه. في الكيس الثانيه هتجيب المومنت عند السي ايكوال 0، فيبقى نيجاتيف 18 تايمز 5 و الويت هتبقى بالبوزيتيف، كل ده ايكوال 0. طيب نيجاتيف 18 تايمز 5، نيجاتيف 18 تايمز 5، 18 تايمز 5 هتطلع معاك ب 90، يبقى نيجاتيف 90. فك البراكت يبقى 10 دبليو ماينس دبليو اكس ايكوال 0. انت عندك بقى هنا الدبليو اكس بكام؟ ب 180، يبقى نيجاتيف 90 ماينس 10 دبليو ماينس، اللهم صل على سيدنا النبي، دي بوزيتيف اسف،
180 equal 0. دول مع بعض هيدوك نيجاتيف 270، يبقى 10W equal 270 بالديفايدد هتطلع ال W equal 27، يعني تشويس رقم B. وكده سؤال نمبر 6 خلص. نشوف 7. عندي ريكتانجل ال AB equals 6 سنتيمتر وال BC equals 8، ده 6 وده 8. عندي two forces F و F parallel لل BD. ال two forces if the forces equivalent to a couple النورم اوف مومنت كله 40، عايز ال F. يعني كل ده بيعمل كابل، المومنت بتاعه النورم بتاعه في الاخر ب 40. طب جميل. بص يا باشا، ايه بقى الكابل ده؟ هتلاقي كل اتنين فورس زي بعض بالظبط. يعني ايه زي بعض بالظبط؟ يعني ايكوال في الماجنتيود اوبزيت دايركشن. فاقول والله كده نسمي الله، هنقول 8 و8 بيعمل كابل، المومنت بتاعه هيلف بالبوزيتيف، يبقى 8 تايمز 8 يبقى 64. بعد كده عندي 6 و6 برضو بيعملوا كابل، المومنت بتاعه اسف ده 12 و12، المومنت بتاعه هيبقى نيجاتيف 12 تايمز 6 هيطلع بنيجاتيف 72. الاف بقى دي مايله، فمايله محتاجه تعمل ريزوليوشن، فاحط هنا هسمي دي ثيتا اللي هي دي بالظبط، هتبقى هنا اف كوزاين ثيتا وهنا فوق اف ساين ثيتا. هنا برضو بنفس الحوار، هتبقى هنا اف كوزاين وفوق هنا هتبقى اف ساين. وناخد بقى دول مع بعض كابل وناخد دول مع بعض كابل. يعني هقول كده اف كوزاين واف كوزاين بيعملوا كابل لوحدهم، واف ساين واف ساين بيعملوا كابل لوحدهم. فانت محتاج دلوقتي تجيب الساين والكوزاين. ببساطة كده ارسم الترانجل بتاعك العادي اللي هو فوق ده اللي هو اسمه ABD. دي ثيتا، ده 6 وده 8 هيبقى ده 10. هقدر اقول ان ساين ثيتا هتبقى opposite over hypotenuse يعني 6 over 10 يعني 3 over 5، والكوساين ثيتا هتبقى adjacent على الهايبوتنس يعني 10 over 8 over 10 يعني 4 over 5. لما تروح تجيب المومنت بقى الاف كوزاين والاف كوزاين دول هيلفوا مع حضرتك بالبوزيتيف، فتبقى اف هشيل الكوزاين واحط 8 over 10 تايمز الديستانس اللي هي 6، فتطلع لحضرتك 0.8 تايمز 6 فتطلع 4.8 اف. الناحية التانية الاف ساين والاف ساين برضو هيلفوا بالبوزيتيف، يبقى اف ساين تايمز الديستانس اللي هي 8، فهكتب كده يبقى 0.6 ملتبلاي 8 فتطلع برضو 4.8. تمام. طيب المفروض بقى الصم بتاع ده كله، يعني هقدر اقول ان 64 ونيجاتيف 72 طبعا 4.8 و 4.8 يبقى 9.6 اف. كل ده قال لك ايكوال كام؟ 40. خد بالك ركز، هو لما قال لك ال 40 قال لك ده الجبريك ميجر بتاع الكاب المومنت ولا قال لك ده النورم؟ ده النورم، يبقى انت هتحلها مرتين، مره ايكوال 40 والمره الثانيه هتبقى 64 ماينس 72 بلس 9.6 اف ايكوالز نيجاتيف 40. لما نحل هدى الناحيه الثانيه كده هيطلع معايا ان 9.6 اف equals هتبقى 40 minus 64 plus 72 هتطلع ب 48، يعني 48 divided 9.6 هتطلع ال F equal 5. الناحية التانية هتبقى 9.6 equal هتبقى negative 40 plus 64 plus minus 64 plus 72 هيطلع بنيجاتيف 32. اعملها divided 9.6 فتطلع رقم غريب بالنيجاتيف يعني، فدي خلاص refused. يبقى احنا وصلنا ان ال F equal 5. شكرا، يبقى رقم C. السؤال اللي بعده نمبر 8 بيقول لي انا عندي بادي بيتحرك في ستريت لاين ومديني ال V بالشكل ده، ان ال V equal 16 minus 40 متر per second. ال X نوت ب 3 عايز ال displacement within the interval من 2 ل 6. طب انا طبيعي يا باشمهندس عشان اجيب ال displacement هعمل دي انتجريشن، وانتجريشن الديسبليسمنت هقول له والله من 2 ل 6.
شكرا. هات الكالكليتر اهو، هقول والله definite integration ل 16 minus 4x، وادي هنا من 2 ل 6 دي 4x، دوس equal هتطلع لسيادتك equals 0، يعني حضرتك التشويس رقم دي. نيجي بقى في سؤال رقم 9، بيقول لي ان opposite figure عندي بولي m1 to m2 equal 3 to 4. احنا ممكن نعمل بستبس ونقول ان الm1 هي 3m والm2 هي 4m، وممكن نكروت نقول ان m1 على طول equal 3 والm2 equal 4. بيقول ان الماس m1 gained initial velocity فوق v، الديسبيسمنت افتر 1 سكند هي نفسها الديسبيسمنت افتر 4 سكند، عايز الانيشال فيلوسيتي اللي هي v. انا في الطبيعي اقدر اقول ان الام 2 هي الاكبر من ام 1، فالام 2 هتنزل لتحت والام 1 تطلع لفوق. بس معنى كلمه ان الام 1 عندها انيشال فيلوسيتي معناها ان الام 1 هتنزل لتحت والام 2 تطلع لفوق. فحضرتك لما تروح تجيب الاكسلريشن هتقول لي والله ام 1 اللي هي 3 ماينس ام 2 اللي هي 4 تايمز الجرافيتي اوفر 3 بلس 4، هتطلع مع سيادتك بنيجاتيف 1.4 متر بير سكند سكوير. بعد كده احنا عندنا رول الديسبيسمنت بيقول ايه؟ ان الديسبيسمنت ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكويرد. جميل. هو بيقول ان الديسبيسمنت افتر 1 سكند هي نفسها الديسبيسمنت افتر 4 سكند. لما نعوض الفي نوت بفي والتايم ب1، وادي الاكسلريشن بنيجاتيف 1.4 والتايم برضه ب1، فيطلع معايا في ماينس 0.7. هنا الاس 4 هتبقى في نوت تايمز 4 بلس ادي هاف ادي اكسلريشن وادي تايم سكويرد، فتطلع معاك هي 4 في ماينس 11.2. لما نحطهم ايكوال لبعض يعني 4 في ماينس 11.2 ايكوالز في ماينس 0.7، هتطلع ان 3 في ايكوالز هتبقى 11.2 ماينس 0.7، يعني الفي تطلع معاك ب 3.5 سنتيمتر بير سكند، يعني التشويس رقم بي. نمبر 10 بيقول لك ايه بقى؟ انا عندي variable force، variable force فيها s، الاس هي الديسبيسمنت وهي فورس اكت على البادي. قال لك then the work done by this force من 2 ل 5. فورس فيها اس وعايز الورك، هقول له والله يبقى الورك هو انتجريشن، هتكون 3 اس سكويرد ماينس 4 دي اس من 2 ل 5، وهنكون خلصنا. وخد بالك من اليونت، هو اداك الديسبيسمنت بالمتر والفورس كمان بالنيوتن، فانت الدنيا معاك مظبوطه، يطلع بالجول عادي خالص. نجيب الانتجريشن ونقول له اعمل لنا 3 x باور 2 ماينس 4 من 2 ل 5، هيطلع ب 105 جول، يعني التشويس رقم بي. ده رقم 10. نيجي ل 11. 11 بيقول لي انا عندي يونيفورم لامينا ان ذا شيب اوف رامبس، الاي ب 60، انجل اي ب 60 ماشي، وهي suspended from a small hole near to ماشي، اتعلقت من هنا من السنتر ام. عندي تو فورسز 18 و18 اكتف بي اي ودي سي، وفي تو فورسز اف واف برضه perpendicular على الاي دي والبي سي. بيقول the lamina is in equilibrium state، عايز الاف. طب ده equilibrium، بس انا شايف ان الاربعه فورسز دول كل اتنين قد بعض same direct opposite direction وبارallel. صح الكلام ولا مش صح؟ فدلوقتي بقى انا محتاج اقول ده كابل، فمعنى ان هو equilibrium يعني اللي دول اتنين كابل عاملين equilibrium لبعض. يعني هقدر اقول والله ان 18 و18 بيعملوا كابل، وان اف واف برضه بيعملوا كابل، والاتنين equilibrium يعني الصم بتاعهم هما الاتنين بزيرو. طب تعال نجيب مومنت. ال 18 هتلف انتي كلوك وايز يعني 18 تايمز البربنديكولار ديستانس. ده رومبس ومش مديني السايد بتاعه فانا اسميه ال. البربنديكولار ديستانس هي الحته دي ما بين ال 18 وال 18. هو كان قايل لحضرتك ان انجل ايه ب 60 ودي الاوبزيت لل 60، فهتاخد ال ساين 60. تعالى الاف والاف هيلفوا بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف اف تايمز البربنديكولار ديستانس. طول الاف دي شويه كده الله يكرمك معايا، والديستانس هي دي عباره عن حتتين. ايه الحتتين؟
ال اللي هو السايد الطبيعي، ومادام دي 60 هيبقى اللي تحت دي 60 ودي الادجيسنت بتاعتها، يعني دي هتاخد ال كوزين 60، يعني الديستانس كلها هي ال بلس ال كوزين 60. بص يا هندسه، ده كله ده نيجاتيف، حلو، انا هوديه السايد التاني بالبوزيتيف، يعني 18 في ال ساين 60 بروت 3 اوفر 2 ايكوالز ادي ايه اف خلاص بقى بالبوزيتيف كوزين 60 بهاف، هاف ال وال تبقى 3 اوفر 2 ال، كنسل اللاتك وكنسل ال 2، شكرا، ودي ال 3 بالديفايدد هتبقى 18 روت 3 ديفايدد باي 3، هتطلع الاف ب 6 روت 3، يعني تشويس رقم دي. نيجي ل 12. 12 بيقول لي انا عندي الفورس 4 و5، عندي فورس 4 و5 4i و5j، act على body to move it from A to B حولت مشيت من A ل B في 2 seconds. If the position vector of the body البوزيشن فيكتور هو 2t squared plus 3 و 4t plus 1، بيقول then the change in potential energy of the body given that the magnitude of the force given بالنيوتن والنورم بتاع الار بالمتر. حلو قوي. اولا مديني فورس وبوزيشن، طب ما هو البوزيشن ده اقدر اجيب منه الديسبيسمنت، هتبقى 2t سكويرد صح كده و 4t. جميل. طب ما انا لو عملت الفورس دوت الاس هجيب الورك دان، هتبقى اف دوت اس، يعني هتبقى 4 و5 دوت 2t سكويرد و 4t، يعني هتبقى 4 تايم 2 بقت 8t سكويرد وهنا 20t. طب ايه علاقة الورك؟ ايه علاقة الورك بالتشينج في البوتنشال؟ قال لي ان الورك دان هو نيجاتيف اللي تشينج في البوتنشال، اسف، او العكس، التشينج في البوتنشال هو نيجاتيف الورك دان، صح؟ جميل. فاقول والله يبقى اللي تشينج ان بوتنشال ايكوال نيجاتيف الورك دان. هو عايز الورك دان فين؟ قال لك هو اتحرك من A ل B في كام؟ في 2 سكند، شكرا، عوض ب 2 يا باشا، يبقى نيجاتيف 8t سكويرد بلس 20 في 2، هنشيل كل تي ونحط 2، نجيب كالكوليتر كده ونقول له يا باشا احسب، ادي نيجاتيف براكت ادي 8 تايم 2 باور 2 بلس 20 تايمز 2 دي 20، تطلع بنيجاتيف 72 جول، يعني تشويس رقم بي، ده رقم 12. بعد كده طلب من حضرتك 13. 13 قال لك ايه بقى؟ عندي 5i ونيجاتيف 12j، ده فورس، ماشي يا معلم. اكت في البوينت A اللي هي 1 و 3، في 2 بوينت B و C، قال لك اسمها بقى B و C lie in two different sides from F، يعني ال F لو هنا هتلاقي ال B وال C في different side، خلاص. وقال كمان such that ان ال length of perpendicular من B لل line of action قد اللي هيترسم من C لل line of action. لئيم قوي. طب ما هو لف ودار على ايه؟ قال لك ان الديستانس قد بعض، ودي في سايد ودي في سايد، معناها ايه؟ الهاري ده كله معناه ان الاف بتعمل بايسكت لمين؟ لبي سي. طب ما دام بتعمل بايسكت للبي سي يبقى المومنت عند البي والمومنت عند السي قد بعض بالظبط، بس بعكس الساين. طب اي حاجتين عكس بعض في الساين يبقى الصم بتاعهم بكام؟ زيرو. بس خد بالك من حاجه مهمه، انت عندك في التشويسز 2 زيرو، هتاخد انهي زيرو؟ اولا ده سؤال فيكتور، ففيكتور بلس فيكتور لازم يديني زيرو فيكتور، ما يدينيش الزيرو ده خالص، برضه سهل. 14 عندي 3 فورسز F1 و F2 F2 act at point A و B و C، يعني حضرتك كل فورس اكتف بوينت لوحدها. عايز المومنت فيكتور اوف ريزلتنت about مين؟ about origin. مصلحه about origin ده. ليه مصلحه؟ لان لما تيجي تروح تجيب كل ار هتقول لي بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس الزيرو والزيرو، فتفضل زي ما هي. هنا بقى ما دام في كل فورس اكتف بوينت لوحدها، فهتروح تجيب لي والله R1 اللي هي 1 1، وتجيب بيها المومنت بتاعت الاف 1 بس، ادي ار كروس الاف 1. الار 2 اللي هي هتبقى نيجاتيف 2 و2، هتجيب بيها المومنت الثانيه اللي هي هتقول لي ار برضه كروس الاف الثانيه اللي هي 5 1. الار الثالثه اللي هي نيجاتيف 4 و7،
هتجيب بيها المومنت التالتة، هتقول لي R، آسف هي 3 1، هتقول لي R كروس الاف التالتة نيجاتيف 4 و7. شنب بنيجاتيف 3 ماينس دقن تبقى نيجاتيف 2K يعني نيجاتيف 5K. الشنب هيبقى نيجاتيف 2 ماينس 10 هتبقى نيجاتيف 12. الشنب هتبقى 21 ماينس نيجاتيف 4 فتطلع ب 25K. اعمل دول بلس بعض. نيجاتيف 17 بلس 25 نيجاتيف 17K بلس 25K فتطلع لسيادتك ب 8K اللي هي التشويس رقم A. نيجاتيف 17 بلس 25. نيجي بعد كده نمبر 15. مديني جراف AX جراف، بيقول opposite figure present acceleration position graph لبارتيكل بيتحرك في straight line بدأ from origin point وinitial velocity 10. قالك then when the particle covered 30 meter in the position in positive direction يبقى ال v power 2 equal كام؟ جميل قوي. يعني لما الاكس ب 30، لما الاكس ب 30 يبقى ال v power 2 بكام؟ اقول له سهله. بص يا معلم، هو الاريا هنا هي جراف او انتجريشن ال A with respect للإكس. الانتجريشن هنا عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن V دي في، خد بالك عشان دي فانكشن اكسيشن في إكس يعني. يبقى انتجريشن V دي في هو نفسه الانتجريشن من A دي إكس. فحضرتك لما هتعمل من initial velocity اللي هي ال 10 لفاينل velocity اللي هي ال V، هتروح تجيب لي definite integration من بداية الأوريجن بوينت اللي هو 0 لحد ال 30 اللي هو عايزها. الجزء ده هو الاريا اندر جراف. ده ترابيزيوم فالاريا بتاعته بيز 1 اللي هي 30 بلس بيز 2 اللي هي 10 اوفر 2 تايمز الهايت. يعني دي تبقى 40 ديفايدد 2 يبقى 20 تطلع معايا ب 200. يبقى الاريا هنا ب 200. اعمل الناحيه الثانيه انتجريشن الباور بلس 1 على الباور الجديد من في من 10 لحد في. يعني تبقى هاف في سكويرد ماينس ادي هاف 10 سكويرد ايكوال 200. يعملها كلها ملتبلاي 2 يا اخي، هتبقى في سكويرد minus 100 equals 400. يبقى ال v power 2 equal 500. يعني choice رقم C، ده رقم 15. number 16 بيقول لي أنا عندي sphere of mass 500 جرام fall down من height 2.5 ادي 0.5 كيلو جرام، وقعت من على height 2.5 على viscous liquid ودخلت جواه with uniform velocity 1.75 meter per second. عايز الامبلس اوف ذا ليكويد على السفير. اوكي، ده فري فول في الاول، فاقدر اقول والله ان في سكويرد ايكوال في نود سكويرد بلس 2 جي اس. الفي نود بزيرو عشان فيل، يعني 2 في جرافيتي في 2.5 هتطلع معايا الفي ايكوال 7. دي بالنسبه لي هي الفي 1، ده الفي قبل الخبطه. بعد الخبطه هو اتحرك بفي 2 اللي هي 1.75 اللي هو مشي بيونيفورم فيلوسيتي جوه الليكويد. فيبقى الامبلس بتاعك هو ام في 2 ماينس في 1. حضرتك الماس ب 0.5 والفي 2 ب 1.75 ماينس الفي 1 ب 7. هات الكالكليتر وقول لي 0.5 براكت 1.75 ماينس 7 هيطلع بنيجاتيف 2.625. هو عايز الامبلس اهي سي. نمبر 17 عندي رود اسمه اي بي هو about to slide. about to slide يعني ايه؟ يعني حضرتك equilibrium. هو عايز الميو اس. طيب احنا في المسائل اللي دي كنا دايما بنعمل بلس كده، نحط الفورسز عليها تبقى R2 وهنا R1 وهنا في ويت وهنا عندي كمان ميو اس R1 واقول فوق قد تحت ويمين قد شمال. يعني ال R2 ايكوال الويت، اسف ده مش R1 ده R1 ده R1 ده R2. يبقى ال R1 equals ميو اس R2، فلو عوضنا بيها هتبقى ميو اس W. كده نروح نجيب المومنت دايما عند البي ايكوال 0
فانا عندي الار 2 هتتكنسل والميو اس ار 2 هتتكنسل، هيبقى الار 1 هتلف بالنيجاتيف والديستانس هتبقى ال ساين 45، الويت هيلف بالبوزيتيف والديستانس تبقى هاف ال وادي كوساين 45. هعمل ديفايدد ال ساين 45 لان انا عارف ان ساين 45 وكوساين 45 قد بعض، فدول هيكنسلوا دول. لما نحل الايكويشن دي هتطلع معايا ان الار 1 ايكوالز هاف دبليو. لما ارجع احطها هنا هتبقى هاف دبليو ايكوالز ميو اس دبليو، كنسل الدبليو فتطلع الميو اس ايكوال 1 اوفر 2، يعني التشويس رقم A. نمبر 14، عندي فورس اوف ماجنتيود اف اكت على بادي كونستانت ماس، البادي بيتحرك في ستريت لاين ومديني الفورسز بمور ذان 1 رول. عايز ايه؟ عايز اللي تشينج في الكايناتيك. قديمه قوي. ليه؟ احنا عارفين لما تكون الفورس فيها فاريبل اس او اكس ده ورك، وهو عايز اللي تشينج في الكايناتيك، فعلى طول هربطها هقول والله يبقى اللي تشينج في الكايناتيك اللي انت عايزه ايكوال الورك دان. طب الورك دان من كام لكام؟ قال لي من 2 من 0 لحد 6. طب بس خد بالك من حاجه صغيره، هو بيديك الفانكشن كان مقسم لك الانترفال من 0 ل 3 ومن 3 ل 6، فانت لازم وانت بتعمل انتجريشن هتقسم من 0 ل 3 الفانكشن الاولى 2s سكويرد بلس 3، وكمان انتجريشن تانية من 3 ل 6 ل 15 ماينس اس سكويرد. فلما تروح تعمل definite integration اول حاجه ل 2s سكويرد بلس 3 من 0 ل 3، فهيطلع لحضرتك ده 27. التانية هتبقى definite integration ل 15 ماينس ادي اكس سكويرد من 3 ل 5 ل 6، فيطلع بنيجاتيف 18. 27 بلس نيجاتيف 18 فتطلع لسيادتك ب 9، يبقى اللي تشينج في الكايناتيك ب 9. حلو السؤال ده. نيجي في الاساي، بيقول A B C D هو سكوير، فنجيب سكوير، ادي سكوير ونسموه له A B C D، ادي A B C D. السايد بتاعه 6 سنتيمتر. H belong للبي سي where ان البي اتش equal 1. بيقول عندي forces 1 في اي بي، عندي 2 في بي سي، عندي سي دي 3، عندي 4 في دي اي، عندي اف في اي سي، ادي اف. بيقول ان اللاين اوف اكشن اوف ريزلتنت بيعدي على اتش. معنى ان اللاين اوف اكشن اوف ريزلتنت بيعدي على اتش اسف، يبقى المومنت عند اتش ايكوال 0. لما تيجي اجيب مومنت عند اتش، هل في فورسز بتعدي على اف؟ شكرا، ملهاش مومنت. تاني حاجه عندي الاف دي مايله، فانا ممكن اعمل لها ريزوليوشن تبقى هنا اف كوزاين 45 لان انا عارف ان السكوير تبقى الانجل دي 45، وهنا تبقى اف ساين 45 ورايح نفسي. يبقى دي كمان باي باي، يعني عملت لها خلاص ريزوليوشن. ركز بقى، وانا شغال عند اتش اول حاجه ال 3 هتلف بالنيجاتيف والديستانس بتاعتها هتبقى 5، ال4 برضه هتلف بالنيجاتيف والديستانس ب 6، لكن الاف ساين 45 هتلف بالبوزيتيف والديستانس 6، ال1 هيلف بالنيجاتيف والديستانس 1، والاف ساين الاف كوساين 45 هتلف برضه بالنيجاتيف والديستانس 1. كل ده ايكوال كام؟ 0. يعني نيجاتيف 15 ماينس 24 دي هتبقى 3 روت 2 اف، ودي ماينس 1 ودي هتكون روت 2 اوفر 2، يبقى نيجاتيف روت 2 اوفر 2 اف. دول مع بعض هيطلعوا لحضرتك ب 5 روت 2 اوفر 2، يبقى 5 روت 2 اوفر 2 اف. طيب ال 15 وال 24 وال 1 هتبقى 40. ال 40 دي بقى divided 5 روت 2 اوفر 2
5 روت 2 اوفر 2 بس يبقى 5 روت 2 اوفر 2 هتطلع معاك الاف equals 8 روت 2. جبت الاف. نيجي بقى الرقم 20 بيقول انا عندي كار descent من سلوب فروم ريست. ادي سلوب وهو بدأ فروم ريست، اللينث بتاعه 180 متر، الهايت بتاعه 10 متر. بيقول لي given that ان 3 over 4 من البوتنشال energy is lost due to overcoming the resistance against motion. يعني هو خسر 3 over 4 من البوتنشال نتيجة للwork done by resistance. قال لي wherein resistance remain constant during the motion of the car find the velocity. عايز ال V في الآخر. حاضر، أنا هعمل حاجة حلوة قوي. هقول أنا وأنا فوق وهو فوق خالص عنده كايناتيك وعنده بوتنشال، بس هو بدأ from rest فالكايناتيك بزيرو، معرفش البوتنشال. تحت عنده برضو كايناتيك وعنده بوتنشال، في اخر البلين البوتنشال بزيرو، والموشن دي فيها ريزيستنس، فالرول بيقول ان اللي تشينج في الكايناتيك بلس اللي تشينج في البوتنشال ايكوال نيجاتيف ار في اس. اللي تشينج في الكايناتيك يعني تي 2 ماينس تي 1. واحده واحده كده وبالراحه، عندي التي 1 بزيرو، باي باي. اللي تشينج في البوتنشال تبقى بي 2 ماينس بي 1، وانا عندي البي 2 ايكوال زيرو في اخر البلين برضو، شكرا. وعندك كمان هو خسر 3 اوفر 4 من البوتنشال انرجي از لوست اهي دي تو اوفركمينج ريزيستنس اجينست ايه موشن. يعني النيجاتيف ار في اس هي نيجاتيف 3 اوفر 4 من البوتنشال. نعوض بقى، تعالى نعوض. التي 2 هي هاف ام في في باور 2، البي 1 هي ماس في جرافيتي في هايت، ودي نيجاتيف 3 اوفر 4 برضو ماس في جرافيتي في هايت. كلهم فيهم ام، فلو عملنا ديفايدد باي ام مع السلامه ام وام وام، فيطلع لحضرتك ان هنا 1 over 2 v power 2 equals دي 98، وهنا هتكون نيجاتيف 3 over 4 في جرافيتي في 10، فتطلع لحضرتك بنيجاتيف 73.5. نيجاتيف 73.5 هدي هنا بالبلس، هتبقى هاف في سكويرد ايكوالز، هتبقى 98 minus 73.5، هتطلع لسيادتك ب 24.5. اعملها تايمز 2 هتطلع الفي سكويرد ب 49، يعني الفي في اخر البلين هتبقى 7 متر بير سكند. خليني اقول لك حاجه بسيطه بعد ما خلصت معاك الامتحان ده. ايه الصفه الغالبه على الامتحان ده؟ كله من كتاب الوزاره. يعني هو ما اداش نفسه اي فرصه ان هو يغير حتى ارقام من اي حاجه. فان شاء ربنا خير يعني، وان شاء الله كده تكون كل المودلز اللي نازله اللي جايه هتكون سهله عليكم ان شاء الله. بالتوفيق، السلام عليكم.